انا شفت بس دلوقتي فيديو للدكتور علاء الاسواني، وهو راجل حبيبي قوي يعني. وبينتقد فيه تصريح للرئيس السيسي، قاله في مؤتمر ان في واحد بنى عمارة على ارض الدولة او في طريق مثلا، حاجة يعني. المهم يعني، فبيقول لهم الراجل ده يتحبس، اللي هو صاحب العمارة يتحبس وما يطلعش من الحبس الا بعد ما يتنازل عن العمارة. حتى لو العمارة، هي الحتة الجاية دي المهم، حتى لو العمارة ليها ورق اتعمل في غفلة من الزمن. يعني ايه اتعمل في غفلة من الزمن؟ يعني بالرشوة، موظف فاسد اداله الورق وعمل له الورق، او في وقت معين اتعمل الورق ده. لكن العمارة مش من حقه ان هو يعملها اساسا، وارض دولة او ارض مخالفة زي ما يكون. فدكتور علاء الاسواني كان بينتقد السيسي فيما معناه يعني انا الهكم الاعظم. لا، هو يعني موقف زي ده اظن يعني لو انت رئيس جمهورية يا دكتور علاء، اعتقد ان انت هتعمل زي ما السيسي بيقول، حتى لو هتعملها باجراءات يعني.